ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ طبعا عيد كبير يعني ريش وكفتة وكباب وطرب. هنعمل النهاردة ان شاء الله مع بعض الريش الضاني والكفتة بطريقة مميزة وحلوة جدا، وهعرفك ازاي يطلع معاكي الريش جوسي والكفتة نفس الكلام بحاجات بسيطة جدا وكلها من البيت. بس يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل مع بعض الوصفة ازاي. معايا هنا ريش ضاني. هنتبلها بقى ازاي؟ هنتبلها ببصلايه وسط مش كبيره، ومعايا طماطمايه، 3 فصوص حبهان، ورق لورا، معايا كمان جوز الطيب، فلفل اسمر، ملح، زيت وخل. دي التتبيله اللي انا بعمل بيها على طول الريش والكباب. طبعا لو في زبادي بتحطي معلقه، لو في حبه لبن بتحطي قيمه ربع كوبايه كده، بيدوا طراوه جامده جدا للريش والكباب. تمام كده. يبقى التتبيله عباره عن بصلايه، طماطمايه، ملح، فلفل، ورق لورا، حبهان، جوز الطيب، زيت وخل. هي دي التتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي. هنضربها. انا عايزاها تكون ناعمه جدا، سايله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي نجيب بوله وننزل بالريش ونضيف عليها الخلطه اللي احنا عملناها. وطبعا انتي بتدوقي الحدق بتاع الملح وتشوفيه، لو محتاجة ملح تاني بتزوديه. بس انا بحتاج ان انا الخليط ده اخليه يدخل في كل حتة لحمة انا حطاها بالشكل ده كده. هندخلها التلاجة حوالي ساعة، نسيبها في التتبيلة حوالي ساعة او اكتر. طبعا كل ما بتسيبيها في التتبيلة بتديكي طعم ونكهة اجمل. هنيجي هنا بقى للكفتة. معايا هنا بصلاية وفصين توم. التوم بيدي طعم حلو قوي للكفتة. هنفرمهم ناعم، وهنستعمل البصلة بالمية بتاعتها، مش هننزل المية منها. على فكرة اللي بتدي طراوة للكفتة ومبتخليهاش تطلع مفتلة معاكي هي البصلة بالمية بتاعتها، لاني انا جربتها مرة او اتنين ان انا اصفي المية بتاعتها قوي منها، بحس ان الكفتة بتطلع مفتلة ما بتطلعش حلوة. هنا هننزل بالبصل كده، ما حطيناش لسه اي بهارات او اي توابل معانا. هنشوف بقى هنستعمل البهارات بتاعتنا ايه. معايا هنا كيس توابل كفتة من الجاهز، حطيت حوالي معلقة كبيرة. معايا فلفل اسمر، رشة بسيطة من القرفة، ورشة بسيطة من الكزبرة الناشفة. طبعا ملح. وبعد كده هنبتدي نقلب الكفتة بالتوابل دي كويس جدا. هنقلبها مع بعض بالشكل ده كده، ونتأكد ان هي شربت البهارات والبصلة، وشربت كل حتة فيها شربت من البهارات والبصلة بتاعتنا. وهندخلها برضو التلاجة حوالي ساعة. هنا بقى ابتدي اسوي الحاجة اللي معايا في جريل. طبعا الجريل لازم يكون سخن جدا، ما يكونش بارد، عشان نعمل صدمة للريش وهي نازلة عليه. هنبتدي نحطها كده ونرصها جنب بعض. وطبعا هنسيبها على الاتجاه ده لمدة 10 دقايق. هي هتاخد معانا بالظبط حوالي من تلت ساعة، يعني مش اكتر من كده. مش يعني ما اعتقدش ان هي زادت معايا اكتر من كده، ممكن تكون كانت اقل كمان في الوقت. تمام. بس هي هتفضل على كل وش ليها حوالي 10 دقايق. تمام. طبعا هي كده نزلت وخدت الصدمة. هنبتدي بقى بعد حوالي 5 6 دقايق كده نروح جايين مقلبينها كده. ابتديت بقى اقلب خلاص اللحمة. طبعا واحنا بنحط الريش دي بنحاول ننزل التتبيلة من عليها عشان ما تتحرقش وتدينا مرارة في قلب اللحمة. هي كده كده شربت من التتبيلة بتاعتها لما قعدت مسافة طويلة في التلاجة. هنا بقى ابتديت اقلب تاني
هفضل اقلب شمال ويمين كده 10 دقايق ربع ساعة على كل اتجاه فيها. وزي ما قلتلكوا والله هي ما زادتش معايا عن ربع ساعة، بالكتير قوي كانت تلت ساعة. هنا خلاص كانت استوت معايا واحمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وابتديت ارفعها من على الجريل. تمام. وبعد كده هبتدي في نفس الجريل اسوي الكفتة. الكفتة طبعا انا صبعتها على السياخ اللي هي الشيش دي. هنزل بالشكل ده بقى في قلب الجريل. طبعا انا معرفتش احطها بالطول او بالعرض لان هي الخلة كبيرة فمش واخدة معايا ولا طول ولا عرض، فاضطريت احطها بالورب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تبتدي تاخد لون من اي جانب هبتدي اقلبها على الاتجاه التاني على طول. سهلة معانا وما فيهاش اي حاجة. هنا كانت الجزء الاولاني ده كان استوى خلاص. هنشيلهم طبعا من الجريل وننزل ببقية الكمية التانية. تمام كده. برضو هنقلب كل شوية لغاية ما وصلت معانا واحمرت بالشكل ده كده. حابة تحطيها في صينية وتدخليها في الفرن مفيش مشكلة، بس انا بديكي شكل تاني للكفتة. وبصراحة الجريل بحس انه بيدي نكهة الفحم في قلب الشوية. كده خلاص احنا رفعناها كده خلاص وخلصنا. معايا هنا بقى طبق برش عليه حبة بقدونس وخضرة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي انزل بالريش. وبعد كده هبتدي انزل الكفتة بشدها بمنتهى السهولة خالص من الخلة، ما فيهاش اي مشكلة ولا بتلزق ولا بيجرالها اي حاجة. شايفين كانت سخنة قوي. طبعا هقطعها دلوقتي واوريها لكم. شايفين جوسي ازاي من جوه، والريش معانا كانت مستوية خالص بالشكل ده كده. خلصت الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب.